عم تطبخ اليوم؟ وقلت لها انه نحن كعائلات كلياتنا محتوانا متشابه، ما حلو واحد مثلا يقول قلد حدا او حدا سرق من حدا، كلياتنا انه محتوانا متشابه. وحتى انا شفتك طالع بس عم تحكي مشان امبارحه كنت امبارحه انا بصراحه كثير متضايق يعني ما حبيت. انا ليه متضايق؟ بعت لي. بس انا ما بقصد انه هي عم فشت خلق بيني وما ذكرت اسامي. بعرف بس انا حبيت لو بدي انا اذكر اسم، لو شوف. بدي انا بيهمني موضوع ثاني كنت قال شيء ذكرت اسم، ما ذكرت اسم بس حكيت فشت خلق 5 دقائق وقف. ايه بس خليني اكفي. انا بالعكس انا حكيت انه في كتير، يعني هلا مثلا مثل ننوش فتحت قناه ومحتواها قريب لمحتواي، بس انه انا ما راح اقول انه كمان هي بتقلدني، اكيد لا. لا ننوش اذا لاحظتي بمحتواها دخلت كذا شيء، يعني انا ما بحكي، انا قلت انه ما بصير اقول انه هي عم القناه بشكل عام بتدخل فيها اي شيء، فهمت علي كيف؟ يعني اي وحده، بس هلا انا اليوم مثلا اي وحده عندها اولاد ما بقدر اقول اي وحده مثلا نفس الشيء المحتوى تبعها. هلا ننوش اخر فيديو عندها اذا تطلع عليه وتطلع على قناه نور بتقول نفس الفيديوهين. انا ما عندها طفله كمان بدها تروح تقص لها شعرها. لا عادي لو نحن بنفكر بهي الطريقه ما صورناه من الاساس. يا اخي انا بدي اوصل لك فكره، هو ما حدا بيقلد حدا، فهمت علي كيف؟ انت عائله اليوم عندك اطفال، انا عائله عندي اطفال، اجباري حتكون الافكار متشابهه. يعني اليوم بيجيك رمضان، انا بيجيني رمضان، انت طبعا في ناس بتحبك وانا في ناس بتحبني، انت بتقدم محتوى انا بقدم محتوى، بيحبوا يشوفوا مثلا طريقتك، انت بيحبوا يشوفوا انا طريقتي، كل من له اسلوبه. نعم ما حدا يعني ما حدا مثلا انه بيجي انه شلون بدي اقول لك، مستحيل اقدر انا انه اخذ شيء من حدا او انت تاخذ شيء مني او كذا او هيك، عرفت كيف؟ ولو كان مشابه بالعكس لازم ندعم بعض اليوم. ايه فانا امبارحه هذا كان كلامي، انه مو شرط اي حدا يطلع يقول مثلا نرد عليه، او اذا حدا عمل شيء مثل الثاني نقول عم يقلدني. انا اصلا ما قلت انه مين الاول، ما حكيت شيء والله. لا قلتي من سنه، وقت اللي من سنه نحن بلشنا بالسلسله كانوا هن على التيك توك، لما طلعنا تاريخ القناه لا ستوري موجود. قلت بالنسبه للسلسله اللي انتم عم تحكوا عنها عادي احيانا الواحد هاي، بس خلص ما انا مشكله. انا بالنسبه لي لا انا مو مشانك انا مشان الناس ما تفهم كمان غلط. انا قلت انه بالنسبه للسلسله عم اقول انه بما معناه نحن ما عم نقلد حدا، انه نحن من زمان من 2019 بنطبخ انا وعصام ببيتنا. نحن بنقصد من 2019. انا هذا قصدي، انه نحن من يومنا بنطبخ من زمان وما حدا عم بيقلد الثاني والمحتوى متشابه. انا كل ما هنالك يعني السلسله الله بيعلم يعني اليوم شقد فيها تعب، يعني انتم اشخاص وصلتوا لنصها، مرات وصلتوا للنص وما حسنتوا. وبالاخص نحن مع 4 اولاد. مين قال لك ما حسنا؟ انه اولاد وضغط الحياه. لا ما قال لك السلسله وقفت والله. بس لا لك على شغله، انت مين قال لك ما حسنا؟ حبيبي انا ما حدا مثلي بالسوشيال ميديا عنده 4 اطفال بيصور فيديوهات على 4 قنوات. في مين بيساعد، في عنا فريق، في عنا عرفت شو فينا. انا ما حدا مثلي، انا كنت عايش بالسويد. على فكره نحن ما حدا بيساعدنا، عندي 4 اطفال. على فكره نحن ما عندنا لا حالنا بنصور ولا حدا بيمنتج لنا ولا حدا. يعني انت ما فيك تقول عني انه انا ما قدرت. بالنسبه للسلسله لا بدها حدا يمنتج. نحن ما كان عندنا حدا. نحن شوف اقول لك شغله، عصام ونور يعني انت اكثر الناس انه كنت بتعرف مثلا نحن كنا عايشين بالسويد، كان عندنا اطفال، كنا نشتغل نتعب على حالنا، ما في حدا حوالينا، ما في حتى رمضان اللي مضى هون بدبي وقت كنا بالسويد، انت تخيل انه انت مثلا عندك طفلين 4 اولاد واليكس وما في حدا كان يساعدنا لحالنا. فالف الحمد لله. هاي السنه رب العالمين اضطريت اطور شوي من الامور، فكان كان في مصور انه الحمد لله رب العالمين اللي قدرنا وقدرنا نعمل محتوى بغض النظر مثلا شو هو المحتوى، فهمت علي كيف؟ ان كان رمضان، ان كان مثلا قناه الاكل. هلا انا عندي قناه عصام نور فوديا، بتعرفها انت؟ عصام نور فوديا هي تبع الاكل. ايوه قال لي تبع الاكل، انا ما بعرف. عرفت كيف؟ يعني شوف هلا بكل صراحه ايه الضريبه 5000. انا بكل صراحه طلعت معك بهذا البث لاقول لك يا حبيب قلبي، انا ما عم اقول انت قبلي او انا قبلك، عم تفهم علي كيف؟ انت انسان تعبت، الله يفتحها عليك، تستاهل كل خير انت وعيلتك والله العظيم. ونور لما حكت ما بتقصد انه نحن قبلك او انت قبلي، لا والله انا ما بقصد هيك. انت لما كنت عم تسوي الرياكشن الزوجي والتمساح هذا، عرفته هذا؟ يعني انا شايف فيديوهاتك، فهمت علي كيف؟ يلي بيقول لك والله انا ما بعرفك او كذا، يعني انا ما يعني ما لي. بالنسبه لعصام اول ما بعثت له يا جماعه، اول ما جيت على دبي والله هيك اكرمني بسنود، بعثت له ودعيته على المولد، فقسما بالله مباشر رد.
يعني في غيره هن صايره معهم وما حدا رد، ونحن صايره معنا وفي ناس ما ردت. الجماعه ردوا، دليل تواضعهم انهم عائله راقيه والله يوفقكم. انا ما يعني انا بحكي بس انا كان تعليقي كان بس على موضوع بسيط امبارح، ما في شيء، عرفت شو؟ وبالعكس نحن بنتمنى الايام ان شاء الله تجمعنا، ولو كان في تعاون مشترك ما نو غلط. انا بالنسبه لي ما بشوفه غلط، بس انه تكتر الامور هون بيصير بس في شغله اقول لك عليها، انه نحن بعازه مشاهدات. لا ما نكون بعازه. بذمتك انت يعني انت عسيرة انه صرنا نشوف كل حدا نزل بده يعمل قصه ويطلع. مين نزل هلا مقارنة، لا صحيح بدي احكي كمان كلمة. مقارنة اذا لا عن جد بدي احكي كمان. اسمع اذا بنرجع لورا شوي خلينا نفوت لعند نور وعصام. ما عاد عنا اللحمه، الله يديم النعمه علينا. الله يسامحك، عم تقول ما عاد عنا لحمه؟ اسمع الله يسامحك. ايه شو عم تقول مقارنة؟ شو انا لحمه يا الله؟ مين جاب سيره اللحمه؟ عن عرض ما في ناس اقسم بالله 5 خواريط بينزلوا قدام الفيلا عندكم. لك لا انت قلت في ناس يا حرام ما عندها لحمه قام قطعت مع السلسله. لا والله، وينه في مصور الفيديو؟ انت قلت بالبث انه في ناس ما بعرف انه لحمه 10 ايام ما كفت الطبخ وهيك، عرفت؟ لا في حدا علق لي، انا ضحكت على التعليق. افتحوا الفيديو يا الله. لا هيك كثير عصام. لحظه طالع تضربني انت. لا طالع تحرجني انت. اسمع لك انا شغله. في حدا بوقتها كتب لي عم يعمل كوميديا، كتب لي قال لي بلكي خلصت اللحمه، قريت التعليق خلصت اللحمه. بس انا ليك اسمع لك شغله، انا مالي طالع لحط الحق عليك، مالي طالع لاحكي معك لحتى اني انا هاجمك، مالي طالع لحتى غير انه اقول لك انه انت حبيب قلبي. كنت بفضل يعني هذا الموضوع نحكي فيه بعدين، هم فينا نطلع فينا نحكي البدنا. لا عادي، هو انا بالعكس خلي الناس كلها تشوف. متابعينا انا متابعين عصام نور، يلي كمان مثل ما انت بتقول انه في ناس كتير بتحب تشوفنا مع بعض، عرفت كيف؟ كمان موضح فكره للمتابعين. لا تعليقات يعني مو انا اللي قلت، اذا بتفوت على اي فيديو عندي ولا رح تشوفوا نفس التعليق. عندنا جمهور كتير كبير، فهمت علي كيف؟ اما انت مو مثل ما انا بقول، انا بالنسبه لي موضوع يعني انا مع اي انسان بطلع بس مباشر، عرفت كيف؟ وانا ما عندي شلون بدي اقول لك، بس اقول لك على شغله ريت شو. هلا انت بجوز ما بتعرفني، عصام الحمد لله عائله عصام نور وصلوا لهون بتعبهم، فهمت علي كيف؟ هلا انت بجوز عم تحكي هلا انت يعني انا ما عندي مشكله اطلع بس مباشر مع اي حدا. لحظه اذا بتشوف الناس اللي متابعه عندهم 10,000 على التيك توك ما حدا بيعرف. انا ما عندي مشكله مثلا طالع مع الكل، انا نفس الموضوع يعني ما عندي مشكله يجي واحد يقول لي هذا بيدل على تواضعك وعلى يعني والله ما عندي مشكله، عرفت كيف؟ اما هلا انت بالنسبه لك تيجي تحكي عن المشاهدات والمقارنات وكذا وكذا، فهي شوي هي بدها انه نكون قاعدين انا وياك انه عرفك كيف الموضوع، ما تقاس يعني ما يقاس الشيء. لا بالنسبه للمشاهدات انا قلت لهم 1 من 2، يا الموضوع انه يعني يا عم ينحكى ما عم يعرف ايش عم يحكي الواحد، او بده بقى صفى مشاكل، يعني اذا ما طلع وضح او اذا ما تواصل معي. يا اخي ما لك على شيء، انا مشان شو والبث المباشر اللي شفته على اليوتيوب هذا ما نو كامل، هذا ما نو كامل. انا بس اقول لك على شيء، نحن اليوم لما بنطلع نحن صرنا بالسنه الخامسه بالسوشيال ميديا، بعمرنا ما طلعنا حكينا باي شيء كثير. يعني انت احد من الناس بتعرف عز المعرفه، قديش في ناس بتيجي بتهجم عليك وعلى مرتك واولادك. في مره طلعت وحكيت في كثير بتطفط بالبدايه بتدور على شغلك، بتدور على محبينك، تقدم لهم شيء حلو، محتوى حلو، مثلا تبسط الناس، تسعد الناس. انت ما طالع توجه الناس، بكفيها يعني الناس بكفيها اللي فيها، فهمت علي كيف؟ نحن لمبارح طلعنا حكينا ليش؟ لانه يعني حق الناس تعرف، يوم بتشوفوني مثلا انا وريد شو سنه كامله مع بعض مثلا، فهمت علي كيف؟ فانت ما تشوفني انا وريد شو، طب على قد ما الناس لها حق علينا لازم تعرف، فهمت علي كيف؟ فلهيك اضطريت نور، وما كان اي حدا يعني ما كان مثلا ريد شو مستهدف، هو كان عم نجاوب، عرفت كيف؟ اما بنجي هلا اقول لك على شغله، نيجي لموضوع المشاهدات وموضوع هي اليوتيوب وكذا وهيك، فينك تروح على اي قناه وتشوف المشاهدات الكليه، عم تفهم علي كيف؟ واذا بدك تيجي تطلع على هلا، احنا توجيهنا هلا على سناب شات، انت بتروح بتتابع سنابي هلا، انا بشتغل على سناب شات، فهمت علي كيف؟ في كثير اشياء يعني هلا في كثير اشياء ناس ما بتعرفها، فهمت علي كيف؟ اغلبيه المشاهير هلا محولين على سناب شات،
عم تفهم علي كيف؟ انت معي بس انا ما عرفت حكوا معي. انت ذاتك ما بتعرف ليش. انت ما ذاتك عرفت اعطي لي واحد انجليزي، انا ما بفهم بالانجليزي يا اخي. فهمت علي كيف؟ يعني انت ذاتك ما بتعرف ليش، ما بتعرف مثلا عصام منور مثلا انه عم يقدموا محتوى على سناب. عرفت كيف؟ يعني الموضوع انا عم اقول لك لما انت بدك تيجي تقيس مثلا انه هذا انت مشانك، يعني انه ما تاخذ مبدا انه والله انا مثلا اليوم عصام جاب هيك انا جبت هيك، انه فهمت علي كيف؟ ما هيك تقاس المواضيع، تقاس مثلا لا 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 ما هو هون الامور. انا حكيت اعطيتهم قلت لهم شغلتين، واحد من اثنين. يا اما واحد عم يحكي ما اعرف عن شو عم يحكي، او بده يعمل دراما. صار بقى بدي ابلش اذكر اسماء. الله ليك انا طلعت بحال منفعل بسبب هذا الموضوع. شوف لاقول لك على شغله، دراما مين؟ انا رح احكيك بكل شفافيه. اليوتيوب هيك الشورت خرب اليوتيوب. اي دراما انت عم تحكي فيها؟ اتحداك الا روح جيب واحد انت مثلا قوم ادعمه، ولا روح اشتركوا بقناته، ما حدا بيروح. صح يعني لكن انت يوتيوبر يا الله، انت اليوم يوتيوبر عم تقول صار لك 4 سنين انا بدي اعمل دراما. ليش عاد في انه هي الدراما اللي انت عم تحكي عنها كانت تصير من 4 سنين؟ صح ريتشو انت يعني انت بالذات، يعني انه انا بحكي مع انسان صار له بالسوشيال ميديا عرفان الليله كلها. فهمت علي كيف؟ انا بدي اطلع بالعكس، انا اليوم الدراما بتضرني ما بتفيدني. انت فهمت علي كيف؟ يعني انت ليش بتضرك الدراما؟ انت بدل ما تروح تصور فيديو تفوت بحالك قصص وقال وهدول حكوا وهدول كذا وكذا. فهمت علي كيف؟ اليوم بيجي بيطلع بيقول لك مثلا واحد، اليوم طالع واحد بس بيقول لك انه لازمهم مشاهداتك. يا عمي والله مو لازمني مشاهدات. طب رايحين تعملوا مقابله ورفقات مع بعض، يعني مثلا شلون انا وياك رفقات بنجيب سيره فلان، طب ليش ما نجيب سيرته؟ نحكي بحالنا. صح. طب ليه؟ انا انسان يوتيوبر، مالي انستغرامر، مالي كذا. عرفت كيف؟ وصلت لهون لدبي الحمد لله بفضل رب العالمين وجمهورنا الطيب، وصلنا لهون دبي واشتغلنا واستمرينا. والله العظيم لما وصلت دبي الناس كلها هي، يعني انا حبيت اتعرف على كل الناس، بس الناس هي اللي اجت واستقبلتها واهلا وسهلا وكلهم داسوا بيتي، وكان على حب من قلبي، على يعني كنا كثير مبسوطين، وكنا جايين على دبي انه حابين نتعرف على الناس. عايشين بالسويد كنا صرنا 4 سنين ما في حياه اجتماعيه، بالعكس حبينا نختلط وحبينا نتعرف على الناس. فهمت علي كيف؟ هلا صار لي سنه هلا رح يصيرنا هلا بعد شهرين بس، لا صرنا سنه جينا مثل الايام على دبي. صار لي سنه ما تعرفت غير ما في الا عائله اجوا، يعني عائله جيهان وسوار اجوا واستضف. ما فتت فيديوهات مع حدا، ما يعني ما قربت مع حدا، ما حاولت اتواصل. بعدين انت في شغلات ايام انت بتعرفها، انه انت ايام مثلا اليوم انه ايام تحتاج تصور مع حدا مثلا. فهمت علي كيف؟ ايه ما غلط، قلت لك ما غلط. ايام تحتاج يعني ايام الواحد